الشيخ خميس الخنجر اتصلوا بي، سمع أنه ضابط متقاعد برتبة لواء أو عميد من الموصل، فوضعه الصحي تعبان جدا، فبدأوا يعالجوه وما ظل عند عائلته مجال للعلاج، فاضطروا أن يبيعون البيت حتى يعالجون هذا اللواء المتقاعد الله يرحمه. زين، باعوا، يريد يبيعون البيت لأن ما ظل عندهم بعد يعالجوه. المشكلة هنا يعني احتاجوا، فسمع، وصلوا خبر للشيخ خميس الخنجر، قالوا له ترى موضوع 1 2 3 جانب إنساني، هذا لواء متقاعد من الموصل، وضع صحي تعبان، وعلاجه كلف 7 دفاتر ما ادري ايش كثر، ويريد يبيعون البيت وعائلته تظل، هو مريض وعائلته راح تظل، اذا يبيعون البيت وين يروحون؟ قال باطل، لا بالله، ايش قد تكاليف العلاج وما ينباع البيت، ياخذ تكاليف العلاج كامله وفوقها اكراميه ويبقى البيت لأهله. هذا الجانب الانساني علينا ان نسلط عليه الضوء، ولذلك هذا الرجل من تصدى للعمل السياسي ايضا يعني بجداره، نتمنى له ان شاء الله التوفيق والفوز في كل المجالات.